المباراة انتهت في نص شوط وبالتحديد في أول 5 دقايق. موسيماني كشر عن أنيابه في أول شوط من المباراة وبعد كده نام تاني. تعالوا نشوفوا بقى الأسباب الحقيقية اللي خلت الأهلي يقع كده طول فترة المباراة. ندى عبد الحفيظ وبيتكلم كلام جامد جدا بقى عن الفترة اللي جاية وبيتكلم عن إيقافه. نجم بيراميدز بيستعجل النادي الأهلي عشان يضمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شباب ازيكم عاملين ايه؟ عامل لايك وعامل سبسكرايب يا معلم بقى ويلا بينا. وفي البدايه بنقول هابي بيرث داي اعظم نادي في الكون، 114 بطوله احققتونا. انا شخصيا بقالي 19 سنه بنشجع النادي الاهلي، يعني حاجه مش ممكن، حاجه في منتهى الجمال. احنا بنحب النادي الاهلي يا جماعه قلبا وقالبا، من صغرنا اتربينا عليه. 114 بطوله، 114 سنه مفرحنا، مفرح كل جماهيره، مفيش يوم خذلنا، واذا كان خذلنا بيبقى غصب عنه. 114 سنه ارقام قياسيه، 114 سنه انجاز، 114 سنه النسر دايما مرفرف في العالم. كل سنه وكل اهلاوي طيب. مباراه انبي والاهلي، المباراه اللي انتهت في نص شوط تقريبا. نص شوط كان كفيل ان النادي الاهلي ينهي المباراه ويقضي على امال نادي انبي تماما. واول 5 دقائق او بالتحديد 3 دقائق في المباراه قدر حسين الشحات ومحمد شريف ان هم يسجلوا في المباراه. المباراه اتت كالاتي حماسيه جدا من النادي الاهلي، والنادي الاهلي اللي سيطر واحكم سيطرته في اول 10 دقائق على نادي انبي. نادي انبي اتصدم يا عيني، صاحي من غيبوبه لقى نفسه ملبوب جونين، والجونين يعني قتلوه برجلوه، خلوا يعني افكاره كلها ما بقاش عارف يرتب افكاره تاني ازاي، ما بقاش قادر يستوعب الموقف. ازاي هدفين في 3 دقايق، اول هدف في 38 ثانيه، ازاي يعني مش فاهم. حلمي طولان الله يكون في عونه، وما قدرش طبعا يلم الدنيا تاني لان نتيجه 3 كانت كتير جدا. النادي الاهلي كان يقدر يوسع النتيجه اكتر من كده بكتير. الشوط الاول، الشوط الثاني اتى بقى والنادي الاهلي كان خلص وتقريبا شبه شطب. ليه؟ ضغط المباريات يا جماعه، نادي بيلعب كل 48 ساعه مباراه. طبعا النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ما بتعترفش بالكلام ده خالص. النادي الاهلي عايزك تنزل تكسب. معلش يا كابتن موسيماني، انت جيت في نادي كده، جماهير مش عايزه مباريات، احنا عايزين نكسب، كل مباراه لازم نكسب. نخسر تبقى كارثه، خسرت سموحه يبقى انت مدرب وحش، كاسات يبقى انت مدرب كويس. مش جاري من الجماهير، ولكن جماهير بتحب النادي الاهلي جدا لدرجه ان هم مش عايزين يشوفوه خسران دي كلمه صعبه جدا على النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ وطلع اتكلم النهارده وحكى بقى قال ايه، والراجل بصراحه يا جماعه كلامه منطقي وعنده حق. دلوقتي انت هتلعبنا ماتش المحل اللي هي مباراه الدور الثاني اصلا، واحنا لسه ما لعبناش اسوان اللي هو الدور الاول. يعني هتلعب الدور الثاني وبعد كده هترجع تلعب الدور الاول. طب ما احنا ممكن مثلا نعمله زي الناس العاقلين والفاهمين بقى، نلعبه الدور الاول كله وبعد كده نلعب الدور الثاني. يعني اجل الثاني اللي لسه ما جاش اصلا ولعبني القديم، لعبني المباريات الاولى الدور الاول، لعبني مباراه اسوان نؤجلها، بعد كده نبتدي بقى نلعب الدور الثاني. مصلحه مين ان يتاجل ماتش زي اسوان؟ وبعدين احنا في رمضان، يعني هات لي مثلا المقصه اللي لعبني هنا في القاهره مثلا، عشان يعني ما تتعبنيش بقى. يعني حرام عليك ان احنا في صيام وسفر ورايح وجاي والشغله دي كلها ليه؟ وعندي البديل ونقدر نلعب هنا ويبقى خلصت من اللي عليا. ما انا كده هنلعب ماتشات اسوان وماتشات مقصه، كده هنلعب ماتشات ايه؟ كابتن سيد عبد الحفيظ كلامه منطقي جدا، وكل 48 ساعه يعني مفيش حد يقبل كده بصراحه يا جماعه. مش نادي عنده الضغط ده وكمل المباريات ديت ورا بعض كده. وبعدين انت لازم يبقى عندك جدول مترتب، ما ينفعش تلعب مثلا المباراه الاولى وبعد كده المباراه السادسه، لا انت المفروض الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه، معروف في العالم كله، اشمعنى انا في مصر بس مش عارف. كابتن سيد عبد الحفيظ هيستمروا في ايقافه عشان بيتكلم، عشان بيحكي، مش عايزين حد يتكلم ولا حد يعترض، عايزين كله يلعب وخلاص انتهى الموضوع. نيجي بقى على نجم بيراميدز اللي بيضغط على النادي الاهلي وبيقول للنادي الاهلي انا هو يلا بينا وخلصني وانا محتاجكم وكده. كابتن احمد توفيق بيضغط على مجلس اداره النادي الاهلي بتصريحات من الوكيل بتاعه، الوكيل اللي بيطلع تصريح وبيقول ان بيراميدز عايز يجدد لاحمد توفيق. حركه ذكيه جدا من احمد توفيق، عايز يضغط بيها على النادي الاهلي عشان يجي النادي الاهلي. النادي الاهلي واللي كان حط الرادار على احمد توفيق بعد اصابه او بعد مشيان احمد فتحي مشي، فتح الباب عليك في الجبهه دي. انت كان عندك 2 لعيبه، واحد بديل واحد، دلوقتي مفيش. احترامي لاحمد رمضان بيكهام ولكن ما بيأديش بالشكل المطلوب قوي، مش مكانه. فاحمد توفيق محتاج ان هو يجي النادي الاهلي وبيضغط بكل الطرق عشان يجي النادي الاهلي. وطبعا احنا عارفين كلنا ان في مشكله تحصل جايه في بيراميدز وهو تسريح النجوم الكبار كلهم. واذا دورنا بقى على الاحتياج والنادي الاهلي محتاج ايه؟ محتاج حاجات كتير، محتاج لعيبه تخلص. حسين الشحات ابتدى يعني يطلع اللي جواه، بس هو محتاج لياقه، لعيب عايز لياقه بدنيه، يعني بيتعب بسرعه، محتاج يهتم بنفسه شويه. الاهلي محتاج يريح عمرو السوليه،
محتاج يبقى في بديل لديانج، محتاج يبقى في بديل لقفشه، محتاج مهاجم سوبر تاني مع محمد شريف عشان يضغطوا على بعض الاثنين ويطلعوا احسن ما عندهم. محتاج يتقرص على ودن محمود كهربا، ولازم يتقرص على ودن محمود كهربا. محتاج يرجع تاني اللعيبه بتاعته المصابه. طبعا بدر بانون والنهارده التقرير بتاعه بيأكد شد في العضله الخلفيه واللي هيغيب على اثرها كذا ماتش. وطبعا احنا عارفين الجهاز الفني والجهاز الطبي بتاع النادي الاهلي مش هينزل لعيب 50% 90%، مش هينزل اللعيبه دي خلاص. اتعلم بقى من اللي حصل قبل كده. ومش هينزل بدر بانون الا اذا كان 100%، يعني بدر بانون ممكن ما يلعبش مباراه المصري اللي جاي. هيريح المحله والمصري. طبعا احنا بنتمنى الشفاء لكل اللعيبه، بس بقى في ازمه حقيقيه في النادي الاهلي وفي اصابات النادي الاهلي. ايمن اشرف وبيتاكد غيابه برضه عن المباريات القادمه. هيغيب ماتشين او ثلاثه، بدر بانون زيه ماتشين او ثلاثه. فرصه بقى الكابتن سعد سمير اللي قاعد على الدكه واحنا عمالين نربوا وندلعوا فيه ونطبطبوا فيه، واللي قدم مباراه ام بي متوسطه مش هنقوله كويسه. مع ان ركله الجزاء هنا هي ركله الجزاء هنا. طب محمد شريف بس عادي. بس سعد سمير لازم تبقى واقف على رجلك شويه. فرصه لرامي ربيعه، فرصه للاثنين دول ان هم يثبتوا ان هم اولاد النادي الاهلي فعلا ويستحقوا ان هم يقعدوا في النادي الاهلي، مش بالاسم، مش بالانتماء ومش بالحب. فرصه للولد الصغير بقى احمد كوكا اللي قدم مباراه جميله بس لسه ناقصه خبرات. كان بيلعب على احرف لعيب في انبي كريم فؤاد، يعني قدم بالنسبه لمكانه وبالنسبه لمكانته وبالنسبه لسنه قدم. في نهايه الحلقه النهارده بنشكر كل الناس الجميله اللي كانت معانا. استنونا في حلقات ثانيه، وخلي بالك الكومنت بتاعك واللايك بتاعك بيفرقوا معايا جدا. لو عملت لي حتى نقط كده في الكومنت انا راضي بيها وبيفرقوا معايا جدا. الى اللقاء في حلقات قادمه باذن الله.